عارف انت لما تكون مستعجل ووراك حاجه مهمه جدا عايز تلحقها، وتحس ان الكون كله يعني بيتآمر عليك عشان يعطلك. ده اللي حصل معايا بالظبط. في يوم من الايام كنت خارج عايز اسافر القاهره وانا موجود في اسكندريه، ف راكب عربيه فمتحرك رايح على المكان المحطه اللي هركب منها وكده. فجت العربيه قدام مكتبه اسكندريه ووقفت، المرور وقف، يعني وقوف تام، يعني شال المروري كامل. فخلاص بقى هتعمل ايه، مش هنطير يعني. فاثناء ما انت بقى عينك بقى بتقعد تركز بقى في اللي رايح وفي اللي جاي، يعني بتسلي نفسك يعني. فببص على شمالي كده، لقيت في الجزيره اللي في النص قدام مكتبه اسكندريه بالظبط عند الدوران اليو تيرن اللي قدام المكتبه، في جزيره كده في النص، هتلاقي واحد راجل عجوز. هو انا وقتها يعني لقيت واحد راجل عجوز، دقنه طويله، شعره منعكش، لابس جلابيه بسيطه جدا 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 متهالكه يعني، وجنبه رصه مصاحف المفروض يعني هو بيبيعها، ولابس شنطه قماش اللي هي زي المرياله بتاعت زمان، ايام ما كنا زمان بيقول لك في حاجه اسمها مرياله اللي هي زي الشنطه المدرسيه دلوقتي يعني. ف تمام عادي، منظر يعني بتشوفه كلنا بنشوف زيه مليون مره يعني. شويه تاني الراجل ده راح قام، هو كان قاعد قام وبدا يخرج من جوه الكيس القماش ده حاجه بودره، انا شايفها ان هي بودره، حاجه متفتته يعني، وبيوطي يعني بيوطي لدرجه ان هو تحس ان ظهره بيتقسم يعني، بيوطي كده بمنتهى التركيز وبيرش البودره دي على الرصيف، على الجزيره اللي هو واقف عندها. تمام مش يعني ربنا يهديه ويشفيه يعني وكده. منظر راجل على قد حاله يعني، واضح ان ايه يعني دماغه مش في افضل حال. فيعني بدردش مع السواق اللي راكب معاه، فهو شايفني منتبه قوي مع الراجل، بيقول لي انت ما تعرفوش ولا؟ قلت له لا ما اعرفوش، اول مره اشوفه. قال لي ده ما فيش حد في الشاطبي ما يعرفوش. الراجل ده كل يوم بيجي الصبح الساعه 6 الصبح لغايه الساعه 12 الظهر بيبيع مصاحف. لما بيخلص اليوم بتاعه بيروح واخد الفلوس اللي باع بيها المصاحف دي وبيشتري بيها بسكوت، وبيحط البسكوت جوه الشنطه القماش وبيقعد يكسره بيفتفته بيخليه بودر، وبيوطي يحط البودره بتاعت البسكوت ده للنمل اللي ماشي في الجزيره، النمل اللي هو على الرصيف. انتوا متخيلين يعني النمل اللي ماشي في كده الرصيف بيكون متشرط شرط كده، بيحط بمنتهى التنسيق البودره بتاعت البسكوت للنمل عشان النمل ياكل. فموقف غريب وبتاع يعني، حتى افتكرت حتى ان سواق التاكسي بيقول اي كلام يعني. لكن بعد كده لما مره واثنين وثلاثه وعشرة شفت الراجل ده في نفس المكان، على فكره موجود لغايه النهارده، تقدر تشوفه لحد النهارده. اتاكدت من الموضوع. يعني حاجه غريبه جدا، تفصيله برضو من التفاصيل اللي بتوريك فكره الرزق، ان ازاي ربنا بعت النمل اللي هو كائن يعني كائن يعني لا يرى يكاد لا يرى، بعت ربنا الرزق للنمل اللي على الرصيف، رزقه بعته له بتصرف على الفطره من راجل فيه من البراءه اكتر ما فيه من العقل. طيب هل ده نظام اداره للكون عاجز ان هو يرزقك؟ ربنا زي ما رزق النمل زي ما هيرزقك. مع الموقف ده مواقف تانية كتير لو قعدت تأمل فيها هتشوف ازاي ربنا بحكمته وبتدبيره بيسوق الرزق لحد عبده مكان ما هو موجود. مفيش حد بيمنع رزق حد، مفيش حد بيمنع رزق حد. وفي ناس بتغلط ان هي بتختصر الرزق في الفلوس بس. لا خالص، يعني رزقك ممكن يكون في صحتك ان هي كويسه، رزقك ممكن يكون في صديق مخلص، رزقك ممكن يكون في ناس حواليك بيحبوك ما بتاخدش بالك منهم الا متاخر، رزقك ممكن يكون في زوج او زوجه تختصر فيهم العالم كله، رزقك ممكن يكون في اسره بتحبوا بعض ومحاجين على بعض. مليون صوره للرزق. الرزق في الرزق كل شيء ممكن، والشيء الوحيد المستحيل ان هو ما يجيش. رزقك مضمون فوق اي ارض وتحت اي سماء.